السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. طيب بصوا يا جماعة، ده توضيح للحلقة الأخيرة واللي منها نزل ريلز، يعني نزلت في كذا حتة، والحتة اللي أنا اتكلمت فيها على ضربة جزاء النادي الأهلي والهجوم اللي حصل بعد ما أنا أبديت برأيي. قلت قبليه إن أنا ممكن أبقى عندي حق من قرايتي أنا للقانون، من فهم أنا ممكن أكون أنا عندي وجهة نظر غيري مش شايفها. الكلام ده مبدئيا بس، وعلى فكرة ده مش اعتذار عن وجهة نظري، ولسه انا جايلك في الكلام. ده كان قبل اراء الحكام والخبراء واستوديو التحليلات والمشجعين والقصص. انا قفلت الماتش، طلعت عملت الحلقة، وبعد كده اتفرجت على حلقة. كانت اول حاجة اتفرجت عليها كانت حلقة ابراهيم فايق على طول. فانا الماتش الحلقة اتعملت بعد الماتش على طول، قبل ما اسمع الفيديوهات من اي حد ولا اقرا في اي حتة عن اي حاجة خالص. تقول لي طب يا ابني مش تتأكد؟ ما هو اتأكد من ايه؟ طيب مليون واحد قال ضربة جزاء والناس كلها يا سيدي أقرت وأنا بقول لأ. طيب حلو، يعني إذا هنا في مشكلة، صح؟ يعني إذا النادي الأهلي ليه حق ما خدوش. طيب تعالى أنا وأنت نتفق اتفاق، وقت ما هيطلع قرار يرجع حق النادي الأهلي تقول لي أنا عارف الجملة دي. أنت عايز تقول لي إن لما المباراة تتعاد تبقى تعتذر عن وجهة نظرك؟ يا شوف يا مدلس يا أخي. أقول لك على حاجة يا سيدي، لو رحنا للفيفا وقالوا إن هي مش ضربة جزاء، بس اتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام قعدت الحكم في البيت، هطلع اعتذر. تمام؟ لما يتاخد اي موقف تجاه اللي حصل من النادي الاهلي ويترد عليه ان النادي الاهلي يرجع له حقه، انا ساعتها هطلع هنا واقول لك يا سيدي انا قريتها غلط، انا فهمتها غلط، شفتها غلط، كان المفروض اركز فيها اكتر من كده، مع ان انا ما زلت مقتنع باللي انا شفته، او يمكن عشان شفتها من المره الاولى بطريقه معينه فمش قادر ما اشوفهاش تاني بطريقه اخرى. وعلى فكره ده كان رايي من قبل الفار، يعني هو اصلا وتريزيجيه بيعترض، تمام، وبيوقع اللعيبه، انا افتكرت وقف عشان تريزيجيه هيطرد. ده مبدئيا يا جماعه، فهو من قبل الفار ومن قبل ما تتعاد، وده كان وجهه نظري. خلصنا من القصه دي خالص، او يعني مش هعلق عليها تاني. انا قلت رايي في الموضوع ده، تمام. وقت ما، واخر مره هتكلم في النقطه دي، وقت ما هيطلع قرار يرجع للنادي الاهلي حقه تجاه الحكم، او المباراه بقى تتعاد يا سيدي، الحكم يتعاقب، يقعد في بيتهم، ما يشتغلش تاني، يتحبس، انا ماليش دعوه، يحصل فيه اللي يحصل فيه. يوم ما هيطلع قرار من جهه مختصه هقول لك انا كنت غلطان وفعلا انتوا عندكم حق. غير كده انا مش هعتذر لوجهه نظر، في الاخر مش هتقدم ولا هتاخر اي حاجه في اللي حصل. لا رايي خلى ضربه الجزاء اتحسبت، لا رايي هيرجع لنا روح النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، ولا رايي هيعيد المباراه، ولا رايي هيعمل اي حاجه، سواء بقى انا اصلا رايي ان هي ضربه جزاء من عدمه. بس انا فاهمك والله، انا فاهم ان انت مفلس وما عندكش حاجه تقولها وتتكلم فيها، ماشي، ومش عارف تاخد حقك من الاباطره اللي مودين النادي الاهلي في داهيه، فجاي عليا تقول لي كلمتين عشان انت كده شايف انك اجدع واحد في الدنيا واحسن مشجع للنادي الاهلي. ما هو مش ذنبك يا حبيبي، ذنب اللي هو معلمك او بدا يعلمك او بدا يفهمك ان هي ده الانتماء، هو ده الانتماء للنادي الاهلي. يطلع يشتم في اي حد، يقول كلام مش ضد النادي الاهلي وخلاص، لكن تسمع له وتفهم وجهه نظره وتناقشه باحترام. على فكره يا جماعه، بس عشان تبقوا في الصوره، عشان بس انا فاهم حد هيطلع يقول لي انت اصلا فين، انا ما بشوفش كومنتات عندك خالص، انا مش لازم اقعد اشرح انا بنزل فيديوهات فين وازاي، تمام. ولكن انا عاده على اي منصه بستخدمها لما بينزل كومنتات سلبيه انا بحاول على قد ما اقدر، حتى الحاجات اللي بتتمنع احاول انزلها. طبعا في حاجات ما بقدرش ان انا انزلها، بس ده مش يعني مش كسوفا مني والله يا جماعه، هي المنصات ما بتقبلش الفاظ معينه تحط عليها، سواء بقى شتيمه او غيره، في جمل ما بتقبلهاش. لكن انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اطلع واهزر في الكومنتات واتريق بضحك كده حتى على الكومنتات السلبيه اللي بتتقال. نرجع بقى ليكوا يا شويه مفلسين، وطبعا ده كلام مش موجه لكل الناس، واللي الناس هتقول لي انت هنا مش مجرد قلت رايك، انت خليت الزملكاويه ياخدوا فيديو حتى لو 2 3 شيروه ويقولوا واحد من عندكم بيقول كده، واحد اهو عندكم حقاني. يا سيدي هل انت فاكر ان انا ده فارق معايا؟ يعني هل انت فاكر هو شايف ان انا وجهه نظري تحترم عشان هو شايف وجهه نظري تحترم؟ راجل يحترم.
هو بيعمل كده عشان هو زملكاوي ومبسوط ان واحد اهلاوي بيقول كده، حاجه ترجع له. خليه يقعد 5 دقايق عندي في القناه يشوف فيديو تاني هيكرهني يا سيدي ويمشي. القناه هنا مش محايده تماما. ولكن انا قايل لك من زمان ان انا مش هدلس، وهقول ارائي في حاجات مش هدلس فيها اللي هي فيها وقائع، ولكن الحاجات اللي فيها اراء انا هقول فيها ارائي وتناقشني فيها، تقول لي انت غلط انت صح بالمنطق، وهسيبك تقول وجهه نظرك واقول لك رايك يحترم. لا انت مضطر تقنعني ولا مضطر اقنعك، لان في الاخر في الاول وفي الاخر احنا اتنين مشجعين. راينا لا هيقدم ولا هيأخر في حاجه في اتجاه مثلا ازمه زي اللي بتحصل دي. تقول لي بس هنضغط على اتحاد الكوره بايه؟ بايه يا اللي نزلت هاشتاجات بتقولوا يا الاستقاله يا الانسحاب؟ بايه؟ هنضغط بايه؟ مين اللي يستقيل ومين ينسحب؟ احنا؟ هو انت ما انت كنت نايم السنه اللي فاتت يا ابني ولا ايه اللي حصل السنه اللي فاتت؟ انت كنت معانا السنه اللي فاتت؟ يعني انت شفت مسرحيه الانسحاب بتاعت السنه اللي فاتت، اللي بالمناسبه كانت عشان تظبيط ايه يا جماعه؟ كانت عشان ايه؟ الحكام. كانت عشان الحكام والاتحاد المصري، وقال لك الاهلي مستعد يخسر الدوري ويهبط. بصوا نزلوا 10 سنين، المهم مصلحه الكره المصريه. النادي الاهلي بطل بيكافح عن وبيدافع عن الكره المصريه. هم دول ابطال. عاش كابتن محمود الخطيب. انا مش مشكلتي ماشي ان انت شخص كل مره بيتغفل وكل مره بيسمع الكلام فبيصدقه ويرجع يتغسل له دماغه فيتغفل تاني ويرجع يصدقه. طيب انا لسه جايلك في نظريه مؤامرات. الحلقه النهارده طويله شويه. السنه اللي فاتت سمعنا نفس الكلام اللي بنسمعه السنه دي، وركز هتفهم انا قلت ايه لو انت اصلا كنت متابع ويا ابني مخك لسه فيك. مش عارف انتوا بتنسوا كده ليه. سمعنا ان النادي الاهلي بيجمع توقيعات من انديه تقريبا نفس الانديه اللي اتقال اساميها السنه دي، اللي هو السنه دي عشان يحصل ايه؟ عشان يعملوا لجنه حكام موازيه للجنه الحكام تبع اتحاد الكوره. ماشي تمام. والسنه اللي فاتت كانت عشان ايه؟ عشان نعترف ببطلان رابطه الانديه اللي احنا السنه دي عايزين نعمل معاها لجنه حكام. فكان عشان ان احنا الدوري يتلغي. ماشي، كان الكلام الدوري يتلغي والنادي الاهلي مجهز دي تاني جمله اتقالت السنه اللي فاتت لو فاكرها. كل الاوراق والدلائل والاثباتات بما فيهم الفيديو بتاع الشخص مش فاكر مين اللي هو كان في اتحاد الكوره اللي طلع قال لك الدوري موجه الى بيراميدز وقال انا معايا دلائل، وطلع كلام بلح في الاخر. يا جماعه تقول لي عرفت منين انه بلح؟ مين قال لك ان ما اتطرمخش عليها؟ مش كان في مستندات وانت خدت فايلك وطلعت على الفيفا زي ما بيراميدز عملت؟ هتقول لي ما احنا انتصرنا واتخصم مننا 3 مش 6. يا حبيبي انت كنت طالع لاعاده المباراه. هتقول لي ما احنا خدنا الدوري مش فارقه. لا 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 لا. هو انت مش طالع يا بطل يا بطل لتصحيح المسار في الكرة المصرية، وعشان ان النادي الاهلي لن ولم يتعرض مرة اخرى لظلم تحكيمي، وان اللي الكابتن محمود الخطيب عمله السنة اللي فاتت هتعيشوا وتفتخروا بيه وهترجعوا تقولوا احنا اهو؟ يا ابني انت بتنسى. انت تعبان من كتر الاخبار واللعب في دماغك اللي انت بتسمعه عمال على بطال من ناس يا ابني. ودي كلمه قلتها من السنه اللي فاتت، احنا شعار النادي الاهلي بتاع ان الاهلي فوق الجميع ما بقاش فوق، يعني ان الاهلي ده ما بقاش هو الشعار والكيان. الاهلي هنا بقى يسمى صحاب النادي. ومش هقول لك مين صحاب النادي عشان بقى الشله دي عماله بتكبر باسلوب مش طبيعي. يا جماعه يا جماعه يا جماعه، واحده واحده. احنا بقالنا 3 سنين في الازمات هي ما بتتغيرش. تمام. كابتن محمود الخطيب ربنا يا رب يديله الصحة، ماشي، صحته بقت لا تسمح ان هو يدير ب100%. تمام. فبالتالي جاب مساعدات زي رجع كابتن سيد عبد الحفيظ واستاذ ياسين منصور، والسنة اللي فاتت كان في ناس والقصص دي كلها. طيب ما هي بقى لها يا جماعة 3 مواسم كروية هي مش شغالة. وساعة الانتخابات اللي فاتت حتى من الناس اللي كانت بتهاجم وبتقول لك لازم كابتن محمود الخطيب يستقيل وكفايه وما يترشحش مره اخرى، جم ساعه الانتخابات. بصوا يا جماعه انا بعيد نفس الكلام وانتم ما بتسمعوش. يا ابني اسمع افهم، الاهلي بيضيع مننا. افهم. ما تبقاش عايز تتخانق وخلاص مع اي حد قال كلمه لمجرد اللي هو ان انا كده اهلاوي جدا. انت مش اهلاوي كده يا ابني.
ما تفضلش تعلي، ما تفضلش تزود عن اهلاويتي وتقعد تقول لي انت ومش انت وانت وبتعمل وهو الاهلي واقع طول ما في ناس زيكم. يا سيدي ماشي، والله العظيم ما واقع غير عشان ناس زيك انت. فهي مش شغاله. وجيتوا بعد كده قلتوا لا لازم يترشح، اصل مين هيجي يا جماعه؟ الجمله دي جمله مش طبيعيه. الجمله دي مش طبيعيه. امال هو الشعار بتاع ان الاهلي فوق الجميع معناه ايه يا جماعه؟ ما هو مش قادر خلاص، هو مش قادر يدير، واللي معاه مش قادرين، مش عارفين. لا قطاع ناشئين ولا اداره سكاوتنج. وهتقولي ادارات فنيه بتيجي. انا من وجهه نظري انت شايف ان كل اللي الاهلي حصل فيه ده، ان سبحان الله الاربعه اللي احنا جبناهم سيفيهاتهم كانت فظيعه، ما نعمل لهم بعد كده يا جماعه اختبار؟ ما قبل ما نرضي عقوم بقى جيبهم يلعبوا ماتشين في الدوري الاول قبل ما نمضيهم، عشان تقول لي اصل السيفيهو بيبقى مش عارف ايه بس بيجي يبقى بلح. وهو اللي بيختار ده ايه يا جماعه؟ مش فاهم. يعني انتوا مش، هو انتوا جايبين مين اللي بيختارهم؟ ما هو لو اللي بيختارهم مش عارف المعايير يبقى بيختارهم على اساس ايه؟ يبقى حتى لو هم وحشين يبقى الغلط على مين؟ عليهم. يا اللي بتاع اصل اللعيبه هي المشكله في اللعيبه ومش رجاله ومش عارفه ايه. يا سيدي انا شايف كده معاك، ما عنديش مشكله. ليه يا ابني؟ عشان ما فيش سيطره، عشان اوضه اللبس بقت ميغا، عشان اللي بقى عايز يعمل حاجه بيعملها، عشان ما بقاش في لا في ظابط ولا رابط، عشان ما بقاش في عقوبات بتحوق، عشان هو مش فارق معاه، عشان هو بدل ما ياخد 100 هياخد 90 اخر السنه. والله ما فارق معاه، مش فارق معاه، بس هيلعب وهيروح منتخب وهيشوفوا سكاوتنج في العالم وممكن يجي له فرصه يلعب بره وفي الاخر يجي يقول لك انا ماشي. عشان ما فيش ظابط ولا رابط في الفريق، بقت بطيخ. احنا بقينا الفريق عندنا واوضه اللبس عندنا بقت بطيخ اسوأ ما يمكن يعني تتصوره. تقول لي انت معاك دلائل؟ انت محتاج مني دليل؟ محتاجني اكلمك في اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت عشان تقول لي ايه دليلك على الكلام؟ انا ما عنديش دليل. انت صح، سيبنا اكمل بقى. بشتم في الكومنتات في الاخر، ما توجعش دماغي. طيب هنيجي بقى على السكريبتات اللي اتوزعت تاني. هنرجع بقى للقصه بتاعت المباراه اللي هي من اولها خالص احنا لازم ننسحب، وكابتن محمود خطيب لازم ياخد القرار، والنادي الاهلي ينسحب. فيطلع علينا بعدها. خلي بالكم يا جماعه المره دي السكريبتات اتلمت بسرعه لان هو تقريبا وصل لهم. هي مش الناس مش شاريها قوي، مش زي السنه اللي فاتت، ما مش هتاكل المره دي. تمام، عشان تاني يوم على طول ولا تالت يوم نبدا بقى الاراء بتاعت اصل هو برضه يا جماعه والخساره ومش الخساره. طيب طب نجيب حكام بقيه الدوري. طلع كلام مش مني انا، ومش هقول لك اسامي، روح اتفرج عليهم يا حبيبي. اللي انت بيعجبك اساميهم هتعرف فين اللي قالها كويس قوي. اتقال اصل النادي الاهلي شايف ان الفلوس اللي هتدفع مش ملاش لازمه. بتشتكي ليه؟ طيب انت بتشتكي ليه بقى؟ تقول لي لا ما هو انا بقى مش مشكلتي ان الدوله مش عارفه، او مش الدوله يعني، ان لجنه الحكام مش عارفه تعلم حكامها صح. طيب ممكن تقول لي على حكم في لجنه الحكام دي يا لطيف يا لزوز، في حكم من دول ما تقدمش ضده شكوى من نادي ما؟ طيب ما هو بص بقى، لما انت تقدم شكاوى على نص الحكام والزمالك يقدم على النص التاني وبيراميدز يقدم على ياخد له نص هو بقى مشكل يعترض، والسيراميكا تعترض شويه والجونه تعترض حبتين والمصري والاسماعيلي وكل واحد بقى ماشي يعترض في حكام، هندير ايه؟ هينزلوا مين يحكم بعد كده؟ قول لي انت. يعني هينزلوا مين يحكم بعد كده؟ ماتشات الاهلي بعد كده يديرها مين؟ كابتن سيد عبد الحفيظ يعني هو اللي ينزل يمسك هو الحكم ولا مين؟ طيب ما هو مين لما تيجي الاهلي بقى بيلعب قدام الزمالك نص الحكام انت مش عاجبك ونص الحكام مش عاجبك، مش عاجبين دول، طب وهو هيعمل لك ايه؟ نيجي بقى الكلام. خلصنا بقى من السكريبت ده، عرفنا بقى دلوقتي لجنه الحكام واتحاد الكوره بيعمل ايه، فنسكت؟ لا ما هو بصوا يا جماعه هي واضحه. ومش انت بتحب نظريات مؤامره؟ خد بقى من عندنا نظريات مؤامره اهو ماشي، وتعالى بقى نتخانق انا وانت في الكومنتات كده كتير مع بعض. تمام. طيب الدوله موجهه تجاه الاهلي والدوله عايزه الدوري موجه، بس احنا لسه مش عارفين تجاه مين. يعني احنا عمالين نقول كده بس احنا مش عايزين نقول عشان احنا مراعين مثلا، مش عايزين ندخل اسامي. مش بتكلم عليا، بتكلم على الناس اللي تطلع تتكلم. لا هو انتوا لو عارفين مين هتقولوا، بس انتوا مش عارفين حاجه لسه لان هو الكلام ما راحلكوش نقول مين. انتوا مستنيين ماتش من الماتشات اللي جايه عشان نعرف مين، مستنيين خطا تحكيمي يا للزمالك يا بيراميدز عشان نطلع بعد كده نقول مش قلنا لكم موجه اهو للزمالك، لا ده موجه لبيراميدز، فده هيعتمد على الخطا التحكيمي الجاي فين. واسمع الكلام يا ابني وافهم اللي بيحصل حواليك.
تمام. فاتحاد الكوره ولجنه الحكام، وسبحان الله رابطه الانديه المره دي، اللي احنا السنه اللي فاتت تقريبا هي السنه اللي فاتت كانت السنه دي عايزين نتفق معاها ان احنا نعمل لجنه حكام تابعه ليهم. ماشي. فمن ضمن بقى الكلام اللي انا سمعته، واسمع كده وتعالى نتناقش بقى في الكلام ده وتقولي منطقيته. طيب عرفنا مارك رويس ده طلع لو انا قلت الاسم صح يعني بصراحه مش فارق معايا خالص، قال ان الكوره صح ومحمود وفا مظبوط 100 وعاشور هو اللي غلط. تاني قلت لك يا سيدي اقول لك ضربه جزاء، خلاص سيبني بقى اكمل. ماشي. فهي ضربه جزاء من احدى الاسباب اللي انا سمعتها، اسمع بقى بالترتيب كده. اصل هو بيدافع عن الحكم بتاعه عشان ما هو اكيد مش هيبقى عايز يضر الحكم بتاعه، فمستدعين عاشور وبنفكر في ايقافه، وقلنا ان هو احرج الحكم محمود وفا. طيب انا عندي 2 حكام، واحد فيهم رايح كاس عالم والتاني مش رايح كاس عالم. انا كمارك رويس ده ماشي لو بفكر هبقى عايز ارجح كفه مين واقول ده طالع من عندي مين؟ شطور عاشور. تقول لي لا ثانيه واحده بقى، ما هو ده يثبت لك مدى الفساد. هو مش فكره عايز يدافع عنه، هو عايز يدافع عن اللي هو عمله، لان هو كمان عايز كده عشان هو موجه من هنا بوريده ومش عارفه مين تاني واحمد مجاهد والناس الحلوه دي كلها. طب انا ممكن اسال سؤال، هي الناس بعد ما بتمشي من عندنا ما بتشتغلش؟ يعني هو ده بعد ما يروح هيقعد في بيته؟ انت امنت له مستقبله فهو مستعد يضيع مستقبله الباقي كله في اي حاجه تبع الكوره بان هو يطلع مرتشي وغير امين وهو كان شغال رئيس لجنه حكام؟ طيب ممكن تفهمها لي معلش؟ طب اتفهم يا سيدي احمد مجاهد وهاني ابو ريده ماشي، ممكن افهم هو ليه هيبقى عايز يعمل كده ليه. انا بس بقول لكم على فكره، انا برد على ردودكم قبل ما تردوا عشان ننجز على الكومنتات. ما تقعدش يا ابني تقرفني، انا بنجز لك اجابات اهو عشان انا عارف انك هتقول لي لا ما هو عمل كده، مع ان مش انا اللي قلت على فكره، مش انا اللي قلت. اصل هو مش عايز يعاقب الحكم بتاعه على اساس عاشور ده مين اللي جايبه يعني؟ خالته اللي جابته؟ ما هو يا ابني برضه اللي جايبه، ده بسمسم يعني. ما علينا يا سيدي، تعالى نكمل. على فكره قبل بس ما نكمل، بص هو كل اللي بيحصل دلوقتي عشان انجز لك لو انت مش قادر تكمل الحلقه، انت بتحضر للموسم الصفري. ما هو اصل انت مش هتوصل لموسم صفري وهتبقى عايز تحمل كابتن محمود الخطيب النتيجه تاني، ولا اداره المجلس ولا مجلس اداره النادي الاهلي خالص. ما هو لازم حد يشيل الليله. زي كده ما السنه اللي فاتت انت برضو قعدت تتكلم في الدوسيهات والورق ورحت بقوا 3 مش 6 وانت اصلا رايح تعيد. بص وانت اصلا رايح تعيد مباراه. والله يا جماعه انتوا مفلسين، انتوا اللي بتسمعوا لهم مفلسين، وانتوا اللي خربينها والله العظيم خربينها. احنا زهقنا، احنا عايزين النادي الاهلي تاني. والله العظيم الواحد بقى قرفان وهو بيتفرج عليكم وعلى المباريات والقرف اللي احنا بقينا عايشين فيه. ردودكم حتى بقت سخيفه، مفيش منطق حتى في الكلام. اسمع ورد عليا، اسمع وتخانق واشتم في الكومنتات. تمام. طيب تاني حاجه سمعتها، اصل هما بيخططوا وكلموا ابو الوفا بالليل عشان عارفين النادي الاهلي هيقدم شكوى، فقالوا له اكتب انت كمان اللي انت عايزه ما تخافش. فقالوا ان هو كتب اللي حصل، اللي هو على فكره احنا بنسمعه. ثانيه واحده، احنا بنسمعه من قبل ما التقرير يطلع يعني، مش انا اللي ناقشته، انتوا اللي ناقشتوه، انتوا برضه اللي ناقشتوه وطلعتوا قلتوا ده هو اصل هو هاني ابو ريده اللي مسخنه. ما هو مسخنه في ايه؟ هو مش هيكتب حاجات انتوا نفسكم بتتكلموا فيها بقالكم يومين؟ طيب فمش عايزينه يكتبها ليه؟ هو خلاص قصه ضرب الجزاء خلصت تمام، انتوا مش عايزينه يكتب تقرير يكتب فيه اللي هو شايفه من وجهه نظره ليه؟ تقول لي ما اصل هو كده هيبقى عايز يعاقب اللعيبه. هو انا مش فاهم، هو التقرير ده بيتاخد ايه يعني؟ بنتاخد يعني بتاخد نلف عليه ورق عنب يعني، ولا بنعمل بيه ايه؟ هو مش ده بيتراجع بعد كده وفي تظلمات بعد كده؟ ما لقيتش بتطلع على الفيفا بعد كده اللي انت هتروح تقول لي هجيب حقي؟ نفسي ابوس ايدك، نفسي بقالكم 3 سنين بتقولوا والله العظيم قلتوا ان في آفة خرجت من الرياضه المصريه، ده خلينا بقت مأمله، بقت الرياضه المصريه بقت مأمله. واضح ان المشكله ما كانتش في الآفة لوحدها، هي بس فاهم يعني ايه، بلاعه وطفحت في وشنا. بقيتوا بجد مش طبيعي، مش طبيعي.
نظريات مؤامره بس شغالين دلوقتي، ما هو اصلا خلاص ما بقاش في حاجه عند الزمالك نتكلم فيها، فشغالين نظريات مؤامره. طيب نكمل. فانت مش عايزه يكتب ليه التقرير؟ تقول لي ما اصل ده هو ضرب شتم حسين الشحات وضرب ضرب اسمه ايه ده، مش الشناوي، ضرب تريزيجيه، وهو طبعا مش هيكتب ده في التقرير. هو ممكن اسالك سؤال، هو انت منتظر هو ليه، او ما انت هتشتكي بايه؟ طب سؤال، انت هتكتب في التقرير ان الشناوي اتعصب عليه وخبط الحكم على ظهره لما شتمه؟ فهتكتب انت ده في تقريرك؟ ما انت لو كتبت ده في تقريرك يبقى انت بتدين مين؟ الشناوي. يبقى احنا يا ابني متفقين ان هو هيبقى عايز يدور على مصلحته. انت ما هو انت عمال، انت يعني انت الجماهير بتهدد بقتله في الشارع لو شافوه. تمام؟ فانت عايز منه ايه؟ مش عايزه يكتب تقريره هو ليه من وجهة نظره في الواقع. تقول لي ما خلي بالك، هو لو مش غلطان ما كانوش هيفكروا يطلعوا على برضه اسم حد من اللي قال يعني ان هو ما يحكمش تاني وما يخشش في اي مباراه للنادي الاهلي بقيه الموسم. خلي بالك هو ده، انت لو عندك شويه سنس ماشي هتفهم ان انت دلوقتي انت لو متخانق مع واحد امبارح ما ينفعش تقابله تاني يوم. ليه؟ عشان هتفضلوا اللي هو مستنين لبعض على غلطه عشان تقوم خناقه تانية، صح؟ يبقى هو ده اصلا قرار منطقي. انا مش فاهم هو الاستغراب منه يعني ايه؟ احنا ليه مستغربين لو قرار زي ده اتاخد؟ هو ده على فكره مش عقاب ليه. انا هنا بمنع حدوث كارثه اخرى، مشكله اخرى، مش هنستحمل واحده كمان فنبعده خالص. لا بقى لا حكم رابع ولا ما يمسكش فوت في الملعب. فانت بتريح دماغك، فده منطقي جدا. تمام. على فكره انا ما اتكلمش عن النادي الاهلي والحاجات دي كلها، لان انا بالنسبه لي كل ده خطوات ايجابيه جدا. لو النادي الاهلي يا جماعه، وده قلتها حتى السنه اللي فاتت ساعه الانسحاب، وقلت لكم مستعد اعتذر على موضوع الانسحاب لو النادي الاهلي خد حقه، وانتوا عشان بتتغفلوا كالعاده صدقتوا ان حقه ان هم كانوا 3 مش 6 ونسيتوا اصلا القضيه ايه. فده مش عقاب ان هو ما يلعبش ماتشات تاني النادي الاهلي. ده في وجهه نظرك ده مش عقاب خالص. لما ينزل عقاب تجاهه ساعتها انا اطلع اعتذر على موضوع لمسه اليد اللي انا قلت لك يا سيدي لمسه يد خلاص. رايي انا حر فيه، مالكش دعوه بيا بقى. انا اغبى واحد في الدنيا، انا مبسوط بده. رايي في الاخر ما ياثرش عليك، باكدها تاني. سمعت بقى حاجه بعد كده ان هو اصل هو ذكر كابتن سيد عبد الحفيظ في التقرير، وقال ان هو هدده وقال له شايف الوش ده افتكره كويس عشان مش هتشوفه تاني، بمعنى ان هو يعني مش هيحكم للنادي الاهلي تاني. انا ممكن اسالك سؤال؟ ممكن تقول لي مبدئيا بس يا جماعه قبل ما حد يقول لي كابتن سيد عبد الحفيظ ما ده ما حصلش منه، مش انا اللي قلتها، واحد من كبار الاعلام الاهلاوي هو اللي قالها. قال واكد ان هو قال له كده، وحتى كان بيقولها بالتهريج يعني اللي هو فعلا مش هيحكم تاني للنادي الاهلي. هو مين اللي بيقرر؟ هو النادي الاهلي اللي بيقرر مين يحكم له ومين ما يحكملوش؟ لا. طيب عشان انت توصل لده، ده معناه ان الحكم ده مخطئ، صح كده؟ فتروح تاخد اجراءاتك القانونيه ان شاء الله توصل للفيفا وتهدد بالغاء الدوري تاني وتطلع بكل المستندات اللي اتمنى ما تبقاش رسائل واتساب زي السنه اللي فاتت. تمام. وانك تروح تجيب حقك، وانا مقتنع بان انت تروح تجيب حقك جدا. يلا نروح نجيب حقنا. تمام. لو ليك حق طبعا، انا مش بقول ان انت مالكش، انا بقول لك يا سيدي انا مش دعوه، روح هات حقك. انا عشان كده ما اتكلمش على البيان ومش هتكلم عليه. انا بقى عندي سؤال، لو كان الحكم اللي قال الكلمه دي للعيب مثلا بان هو هيهدده بالايقاف، طيب تخيل وهو بيتكلم وهو بيزق تريزيجيه. انا جاي لك في الحته دي عشان انا ما قلتش اصلا الحاجات اللي هو عملها صح برضو. ما انت هتكتب في تقريرك، ما انا بقول لك انت هتكتب في تقريرك اللي هو من حقك تعمله زي ما من حقه يكتب تقريره برضو. انا مش فاهم انت مش عايز هو يكتب تقريره ليه؟ مش شايف ده شايفه فساد في ايه؟ ما هو هيكتب تقريره. فنكمل الكلام. لو هو اللي هو بيزق تريزيجيه كده راح قايل له بقول لك ايه، شايف الوش ده انت مش هتشوفه تاني، بما معناه ان هو بيهدد تريزيجيه بالايقاف مدى الحياه عن لعب الكوره. هل انت رايك كان هيبقى زي الراي ده؟ تقول لي لا ثانيه واحده، ده لسه عامل مصيبه. فهو عامل مصيبه فانت رايح تاخد حقك ببلطجه؟ تقول لي انت قصدك على كابتن سيد عبد الحفيظ. انا ما بتكلمش على تحديدا موقف كابتن سيد عبد الحفيظ، انا بتكلم على تفكيرك انت اللي هتيجي تقول لي ما هو انت كمان عايزه يبجح بعد اللي عمله. يا ابني احنا مش بنتخانق في قهوه بلدي في الشارع. اللي شاف فيكم ماتش برشلونه امبارح تقريبا كان في حاجات برضو لا تقل، يعني لو هنقولها كلام عن كوارث تحكيميه. ممكن تقول لي مين فيهم عمل ايه؟
ممكن تقول لي مين فيهم عمل ايه؟ انتوا عارفين لقطه الطرد بتاعت لعيب برشلونه امبارح، مش فاكر مين، مش فاكر اسمه يعني، دي لو كانت حصلت مثلا مع النادي الاهلي، انتوا عارفين ده كان حصل ايه؟ ماشي، او مع الزمالك. على فكره انا هنا مش بتكلم تجاه النادي الاهلي بس انا بتكلم عن النادي الاهلي، ده اللي يخصني انا، مش دعوه الزمالك يعمل ايه، يعمل اللي هو عايز يعمله. ولما بيعمل بطلع اتكلم، زي ما اتكلمت مليون مره قبل كده على مواقف كتير جدا حصلت معاه، وقلتها واتكلمت. وساعه الانسحاب قلت لهم ما تفرحش قوي كده، ما انت يعني تاريخك مليان، خدش افتح الدولاب هات لك اي واحد من جوه. نرجع بقى للكلام تاني. فاقول لو كان العكس انت ما كنتش هتسمح، فما تقولش وهو يعني فين التهديد هنا، وتستهزأ بكلام زي ما يكون ان هو احنا بلطجيه. لا، ده غلط، غلط، فعل مخطئ، فعل مخطئ. ما هو خطئ الحكم، روح هات حقك. ما انا لسه بقول لك يا سيدي انا ما بفهمش وما كنتش فاهم، وضربة جزاء، روح هات حقك بقى. روح هات حقك بايه؟ مش بانك تغلط، مش بانك بقى مش تغلط انت كمان، وبعد كده لما هو يجي يكتب وانت تيجي تكتب تقول لا انا اكتب هو ما يكتبش. ده ايه ده ايه ده؟ مش فاهم. فبصوا يا جماعه، اللي بيحصل ده بالنسبه لي ده استعداد للموسم الصفري، عشان يبقى فيه سبب. لان احنا هنحاول نبعد الموضوع خالص عن كابتن محمود الخطيب وفشل مجلس اداره النادي الاهلي على انا شايفها 3 مواسم متواصله، فشل ذريع. انا بتكلم في قطاع الكوره، مش دعوه باي رياضات تانية، عشان لو حد هيقول لي اصل في رياضات تانية، ماليش دعوه، ما يخصنيش، انا واحد بشجع كوره، بالنسبه لي ده الكوره، ما اعرفش حاجه تانية. تمام. فده تحضير. ولو عشان كسبنا، لان احنا طبعا باللي حصل اكيد هيقول لك اصل في جانب منه ضغط على الحكام عشان ما يحصلش اخطاء مره اخرى زي السنه اللي فاتت لما كنا بنضغط كده. وعشان لو كسبنا نقول لك كالعاده النادي الاهلي بيقاوم الفساد وحيدا وبيقف طويلا، كل مره، كل سنه، كل مره. انتوا 100 100. انا زي ما قلت لك يا ابني، انت مش بني ادم طبيعي لما تسيب العتاوله. وحاجه بس حابب اعلق عليها عشان ما حدش يقول لي برضه انت ما ذكرتش دي، وعشان تعرف انك مش حقاني. القصه بتاعت ان هو عايز يطلع الصوت ومش عايز يطلع الصوت، المحادثه يعني، ان هو قال للنادي الاهلي تعالوا اسمعوها بس مش هطلعها، مش هنشرها. والله يا جماعه لو في لائحه بتقول ان هو مجبر ينشرها، روح خد حقك واستمر وافضل كافح لحد ما تجيب حقك. كلنا في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي، لو في حاجه فيها حق النادي الاهلي، حاجه احنا مش شايفينها، وساعتها بنطلع ونشكر قد كده زي ما طول عمرنا بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي على اي حاجه كويسه عملها. ولو احنا كنا في وقت ما مخطئين في حاجات بنقول فعلا كان عندك بعد نظر يا كابتن محمود، عادي. زي ما كان وجهه نظري في موضوع دايما بقول ان هو كان صح، موضوع رمضان صبحي. تمام. بس فانت بقى حضرتك اللي بتتفرج، انت مش طبيعي سايب كل السكريبتات اللي حواليك في كل حته اللي مودينا في داهيه، عشان هم يعني شغالين لاجل حاجه واحده بس، اعلاء قامه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب فوق شان اي حاجه تانية تخص النادي الاهلي. ودي وجهه نظري، ده مش غلط في الناس، ده وجهه نظري اللي انا شايفه. الناس دي ما بقتش شغاله لمصلحه الاهلي، وجاي عليا انا ماشي ب 250 مشاهد تقول لي انت وجودك انت اللي مبوظها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.